خونا بالينو، تحية ليك خاصة خويا. اليوم باش نحكو على الموضوع مهم برشا، اللي هو شنو لازم تعمل في البلاد قبل ما تجي للأوروب. تبعوا الفيديو ما تنسوش. وتحية خاصة خويا باولينو، تحية خاصة ليك. وإن شاء الله ربي يقبل صيامك، وإن شاء الله خويا يفتحها في وجهك تلحق تجي للأوروب لهنا. ما تنسوش باش تتبعوا الفيديو اليوم على قناتنا يوميات حراك. اعملوا ابوني كومنتاري اذا فما حكايه. تبعوا الفيديو اللي هو شنو لازم تعمل في البلاد قبل ما تجي للأوروب. تبع الفيديو كامل. ايوه كما قلت لكم في المقطع الاول، شنو هي الحاجات اللي لازم تعملها قبل ما تجي لهنا للأوروب، وشنو هي الحاجات اللي تستحقها والحاجات اللي تنجم تستغنى عليها وتنجم انت تعطيها قيمتها وتنجم معناها تتعلمها لهنا في الأوروب. بون قبل ما نبدا ديديكاس اخونا باولينو ولا بالينو المفيد. ان شاء الله خويا ربي يخلص وحلك من هاك البلاد، ان شاء الله تلحق ونتقابلوا هنا خويا معهم قاعده باهيه، وان شاء الله رمضانك مبروك بالمناسبه خويا، وربي يقبل صيامك. باش نبدو بالحاجات اللي لازمك انت تتعلمهم في البلاد قبل ما تجي لهنا. انا باش ننصح كاخ معناها، فهمت؟ كالحاجات اللي تعرضت لها انا باش نعطيها لك انت باش تنجم تتفاداها وتصلح من روحك وتنجم تسلكها، خير ما تبقى تجي لهنا وتقعد تبقى تتعلم. فهمت؟ بون حاجة الأولى خويا اللغة، هذه حاجة معروفة وحاجة ما غير ما تكسر فيها مخك، ما غير ما تبقى خويا تتكسر مخك. اللغة أساسا، لغة أساسية باش تفرض وجودك هنا في الأوروب. مثلا أنت مثلا تحب تعيش في ألمانيا، تحب تعيش في ألمانيا وما عندكش اللغة الألمانية، فاش باش تفرض أنت وجودك في ألمانيا؟ باش مثلا باش تتعرف على الناس، باش تعمل أوراق، باش تخدم، هذه كلها لازمها لغة. يكذب اللي يقول لك راه اللغة الإنجليزية راهو في دول كباساجي، انت باش تتعامل معاه مثلا باش تمشي تدخل ماركات، باش تاخذ كعبة شوكولاتة ولا باش تاخذ دبوزة ما، تك هاو ماتش 2 يورو، تعطيه 2 يورو نتاعها تتعدى على روحك. اما انت باش تعيش مثلا في المانيا ولا مثلا ماشي لفرنسا وما عندكش الفرنسي، فرنسا ما يتكلموش انجلي، في فرنسا ما فماش شكون يتكلم انجلي، تجي تتكلم بالانجلي في فرنسا ولا باش تتكلم بالعربي صعيبة. معناها لازمك انت تفرض وجودك باللغة متاعك، تفرض وجودك بلغتك. لازمك خويا قبل ما تجي لهنا لازمك تتعلم اللغة. اول حاجة هذه تعملها لازمها تتعلم اللغة، واضح؟ الحاجة هذه لازم خويا تعملها قبل ما تجي، ما غير لغة راك ما تقد حتى شيء، ماكش باش تكمل. وهاو فما شكون يقول لي نجي لهنا ونتعلم، تجي لهنا تخسر عام ولا عامين اخرين باش تتعلم اللغة، ما درت حتى شيء في حياتك.
الحاجة الثانية اللي هي الصنعة. لازمك خويا تكون صنايعي، تكون عندك صنعة، عندك موهبة في حاجة. مثلا تكون حجام، خاطر الشهادة الأولى المطلوبة في الأوروب هي الحجام، وانت تمشي تخدم بها أي بلاصة تخدم بها نورمال، يكلمك حد وتخدم مقبولة بشكل رهيب. ولا تكون عندك صنعة متاع بارمان، بيتزارية، بلومبيي، إلكتريسيان، فهمت؟ هذه الحاجات المطلوبة هنا في أوروبا. مطلوبة زادة، مش معناها مطلوبة ولازمك تعرف حاجة، إن هنا في الأوروب يعطوك فرصتك يعطوها لك، مش كما في البلاد. هي الصنعة راه مش لازمك تتعلم صنعة، لكن الصنعة مش كما اللغة هي أساس، غير لغة ما دير حتى شيء، فهمت؟ الصنعة تنجم تولي هنا مثلا تخدم مرمى، تخدم دهن، تخدم حاجة، تولي تخدم وتتعلم في الصنعة متاعك، فهمت؟ مش كما اللغة مثلا كيفاش باش تتعلمها اللغة بالخدمة ما تنجمش. أنا لازمك اللغة وبعد تجي الصنعة. هذوما الحاجات خويا اللي لازمك انت تعملهم قبل ما تجي لوروب. انا ندمت خويا، ما نكذبش عليك، انا عندي صنعة شهادة برمان، وعندي كوتش في سالسبور تبع الجيل، عندي شهادة، فاهم؟ ما نكذبش، ونجم نخدم بها لهنا. ما خويا نحب شهادة ما خير، نحب ان شاء الله ممكن نتعلم حجام، نتعلم حاجة اخرى، فهمتني؟ هذه الحاجة اللغة الحمد لله عندي من البلاد، ما نكذبش عليك. انا وقت اللي كنت نخدم في تونس خويا كنت نخدم في التوريزم، فهمت؟ تبع في التوريزم برشا، ما عمري ما خدمت حتى خدمة أخرى بخلاف التوريزم. خدمتي هذيك هي التوريزم، نموت على السياحة، كل يوم نحلم باش نمشي له الأوروب. الحمد لله الواحد وفق ربي ومشى. عندك اللغة وعندك الصنعة، هذه حاجة معروفة. وعندك قبل ما تجي انت لهنا لازم يكون عندك شكون، كيفاش؟ لازم يكون عندك شكون. اول حاجة يديبانيك، ما نعرفش، يديبانيك فلوس، يديبانيك حتى في قطعة من حوايج، يديبانيك في ماكلتك، في معلومة، في حكاية. لازم خويا يكون عندك شكون قبل ما تجي لهنا معمل عليه. راه فما نعرف اخوة ونعرف عائلات يكلموهم يقول لهم تعال لهنا، وقت اللي يوصل لهنا ما يستعرفش به نهائيا، ينساه يقول له شكونك. لازمك انت الشخص اللي معمل عليه يكون الشخص هذاك اكتب منه 100% وماهوش باش يصير، فهمت؟ هذه قدرة الله راك معناها تسلكها نسبة 80%، يولي عندك شكون لهنا ويستقبلك كذا. راهو حاجة يعطيك معلومات، ثاني حاجة يعلمك صنعة، ثالث حاجة يدبر لك خدمة، رابع حاجة السكنة، يعرفك على الناس، تقعد حتى شهرين ثلاثة ما تخدمش يوكلك عادي نورمال، ما تحيرش، فهمت؟ قبل ما تتخمم انت ولا نهار باش تمشي، ولا قبل ما تمشي بمدة معينة، لازمك خويا تتبع وتعرف العقليات بتاعهم. هذه حاجة ثالثة لازمك تعرفها، انك لازمك تعرف العقليات بتاعهم لهنا الأوروب، باش وقت تجي انت ما تعملش غلطة خليك تدفع ما نعرفش خطية، تدفعها حبس حكاية. نعطيكم اكزومبل، اني مثلا ما كنتش نعرف اللي في مش كيما في تونس، مش كيما هنا ما تعرف. وقت تقطع السكة بتاع التران في تونس نورمال، تقطع السكة ان شاء الله ترقد فيها، كلمك حد. في الأوروب لهنا خويا لا. وقت كنت انا في النمسا حبيت ندخل التواليت وراي قدامي لغات، فهمت؟
ما لقيتش تتماو من هنا في الستاسيون تاعها تلقى كاف لوطه تاعها تطلع فوق الدروج يحب لك باش توصلها كل. هاي قلت انا خل نشق السكه خلينا نوصل ونرجع. وجاني السكريتي استر ربك معناها واحد السكريتي كان محظوظ شويه هنيك السكريتي تاع قال لي خطيه ب 900 يورو. شوف انت غلطه قلت هذه تخلص قداش لازمك تعرف العقليات تاعهم تتبع الانترنت تعرف الحاجات اللي تنجم تعملها وتنجم ما تعملهاش فهمت. ونتمنى لكم خويا كل واحد ونصيبه وكل واحد ربي يعطيه على قد قلبه فهمتني. وكما قلت لكم خويا اهم حاجه راهي اللغه بعد اللي تجي الخدمه بعد خاطر اللغه تعمل بها خدمه تعمل بها علاقه تعمل بها اوراق تعمل بها كل شيء تشري بها دار تشري بها حتى زباله فهمت خويا. ان شاء الله ربي يسهلكم اجمعين وان شاء الله ربي يقبل صيامكم. ما تنسوش ابونيكم وتاغي اذا فهم حاجه والسلام عليكم.